اهلا بيكم في فيديو جديد وتقنيه جديده كالعاده. النهارده هنتكلم عن خدمه جميله جدا مقدماها شركه ابل اللي هي ابل باي، اللي بقت حديث الناس كلها وخصوصا بعد ما اتفعلت بشكل رسمي في مصر. كالعاده قبل ما نبدا ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس واللايك الجميل بتاعك علشان يوصلك كل جديد في عالم التكنولوجيا. ولو اول مره تشوفنا يا صديقي، انا عبد الله نصر وبحب اشارك معاكم كل جديد في عالم التكنولوجيا، من الاجهزه الذكيه للتطبيقات والخدمات الحديثه زي ابل باي. فلو مهتم بالمجال وعايز تبقى دايما في الصورة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. ويلا بينا نعرف اكتر عن ابل باي. ايه هي ابل باي؟ ابل باي هي باختصار كده خدمة دفع الكترونية مقدماها شركة ابل. الفكرة انها بتخليك تدفع بكل سهولة وامان من غير ما تحتاج ولا كاش ولا كروت بنكية ولا حتى تلمس مكنة الدفع. الخدمة دي بتشتغل على أجهزة أبل بس للأسف، زي آيفون والآيباد والسمارت واتش الخاصة بشركة أبل، وبتستخدم تقنية اسمها NFC عشان توصل جهازك بمكنة الدفع. التكنولوجيا دي متصممة علشان تريحك وتسهل عليك طرق الدفع، وكمان تحميك من مشاكل الكاش أو كروت البنك اللي ممكن تضيع منك أو حد يسرقها أو حد يستخدمها مجرد ما يشوف الكارت بتاعك. طبعا هتيجي دلوقتي تسالني سؤال وتقول لي هو ايه البنوك اصلا اللي بتسبورت ابل باي؟ مؤخرا البنك الاهلي المصري، وبعديها بنك مصر، وبعديها CIB اللي هو البنك التجاري الدولي. فلو انت معاك بقى فيزا من الثلاثه دول او معاك بطاقه ميزه تقدر تستخدمها عادي مع البنوك دي بكل سهوله. اما باقي البنوك فالدعم الرسمي لخدمه ابل باي هيبدا اعتبارا من يوم 15 ديسمبر. يعني لو البنك بتاعك لسه مش بيدعم فما تقلقش، هيشتغل، بس استنى شويه وهتقدر تستخدم الخدمه عادي جدا. اهم حاجه بس تكون مجهز الكروت وتبدا تضيفها اول باول اول ما الخدمه تشتغل عندك. ازاي بتشتغل ابل باي؟ بص يا سيدي، اول حاجه التقنيه دي معتمده على حاجه اسمها NFC، واللي بتخلي تليفونك يتواصل مع مكنه الدفع بمجرد ما تقربهم من بعض. اول حاجه بتضيف كروت البنك بتاعك مره واحده على تطبيق الوالت في الايفون لما تيجي تعمل المعامله. بعد كده بتقرب جهازك من مكنه الدفع وبتستخدم يا اما بصمه وشك او بصمه صباعك على حسب ما انت مفعل ايه بالظبط، والدفع بيتم فورا. التقنيه دي معموله علشان تريحك وتوفر وقتك وكمان تحميك من اي مخاطر، زي مخاطر مثلا تحويل غلط للكاش او انت دفعت غلط او الكارت بتاعك لا قدر الله يضيع منك او يتسرق. ايه المميزات بتاعت ابل باي وايه العيوب بتاعتها؟ في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن النقطتين دول. بس انا واحد من الناس مقتنع ان ابل لو عيوبها هتلاقي حاجات كده يقول لك لا انت مش معاك اصلا ابل علشان تقدر تستخدم التقنيه بتاعتي، فما اعتقدش ان ده عيب. انت لازم تجيب الجهاز بتاعها علشان تشتغل بالتقنيه بتاعتها. فتعالى نتكلم كده عن المميزات بتاعتها. اول حاجه امان عالي جدا، رقم الكارت الحقيقي مش بيظهر لاي تاجر، وبدل منه بيتم حاجه اسمها توليد كده رقم افتراضي لكل عمليه، وده بيقلل من فرص الاحتيال. رقم 2 سرعه رهيبه، مش محتاج بقى تخرج الكارت بتاعك ولا تحط رقم سري، مجرد ما تقرب التليفون لمكنه الدفع خلاص كده الدفع تم بشكل سلس جدا وسرعه رهيبه. عكس الاول بقى تطلع الفيزا تدخل باسورد يقول لك غلط. فالتقنيه زي دي بصراحه محترمه جدا. رقم 3 سهوله استخدام التطبيق بتاعهم سهل جدا، مجرد ما تضيف الفيزا بتاعتك كانك كده بتملى ابلكيشن، اسمك ورقم مثلا القومي بتاعك، حاجات كده بسيطه. فاستخدام الابلكيشن اصلا سهل جدا، فدي يعتبر ميزه من ضمن مميزات الابلكيشن. لو اتكلمنا مثلا عن المرونه، تقدر تشتري بيها اونلاين بكل بساطه، يعني مثلا زي نون زي امازون تقدر تحط فيها ابل باي وتشتغل معاك عادي جدا. الميزه كمان ان كل الكلام ده مجاني تمام، مفيش اي رسوم اضافيه بقى على مشتريات والكلام ده كله، لا كل ده مجاني. نقطه كمان في الحمايه، مش اي حد يقدر يمسك موبايلك ويقدر يعمل العمليه دي، لان اصلا عشان تعمل عمليه ابل باي لازم تعمل البصمه بتاع وشك او بصمه ايدك، فمش اي حد ياخد منك التليفون يروح هيدفع له، لا لازم تحط السنك بتاعك سواء مثلا الوش بتاعك او البصمه بتاع صباعك. كمان ابل بتدي لك ميزه انك تتابع كل العمليات اللي انت عملتها، يعني مثلا رحت على موقع نون واشتريت مثلا 3 مثلا لابتوب، فهيقول لك انت رحت على موقع نون يوم كذا وصرفت كذا، فبتدي لك زي هيستوريكال كده لكل حاجه للمعاملات بتاعتك كانك زي البنك بالظبط. هنتكلم بقى عن العيوب اللي انا اصلا مش شايفها عيوب. للاسف مش متوفره تقنيه NFC في مكنات الدفع، يعني مش كل الاماكن متوفره فيها التقنيه دي، بالتالي مش هتقدر تستخدم تقنيه الابل باي للاسف. والابل طبعا محدش يقدر يتكلم معاها، الكلام ده مش موجود على اندرويد. فلو انت ايفون اتفضل يا باشا ادفع اللي انت عايزه. وصلنا لخطوه مهمه جدا، وازاي تقدر تضيف الفيزا بتاعتك على الموبايل. فيلا بينا نضيفها على الموبايل ده واوريكم بتعمل ازاي. مبدئيا اول حاجه بدخل على حاجه اسمها السيتنج. جوه السيتنج هتلاقي حاجه اسمها والت. بعد الوالت بتضيف حاجه اسمها اد كارد. شوف على حسب انت الكارت بتاعك سواء كريدت او ديبت، فانت بتحدد وبتدوس له
الحاجه اللي انت خاص بيها. طيب بعد كده بتدوس له على كونتينيو. هنا بيفتح لك الكاميرا، تقدر تمشي الكاميرا دي على الكارت بتاعك ويبدا ان هو يسحب البيانات بشكل اوتوماتيك، او عندك تقدر تدخل الكلام ده بشكل مانوال، انتر كارد ديتيلز مانوال، تقدر تكتبهم زي ما انت عايز. بعد كده المفروض ان في رساله هتجيلك على رقم موبايلك فيها فيريفيكيشن كود، بتاخد الفيريفيكيشن كود ده وبتحطه هنا، ويبقى انت كده ضفت الفيزا بتاعتك. طيب انت دلوقتي حبيت تشوف الفيزا دي اتضافت ولا لا، بتدخل على الوالت من على الموبايل بتاعك من بره خالص، تلاقي حاجه اسمها وولت، هتلاقيه ظهر لك بالشكل اللي انت شايفه. طب انت حبيت بقى تضيف واحده تانية، بتضغط على علامه البلس وتضيف اللي انت عايزه زي الحاجه اللي احنا عملناها بالظبط. بس كده يبقى انت كده ضفت الفيزا بتاعتك، تقدر تضيف اكتر من فيزا بنفس الستبس اللي احنا عملناها مع بعض. هل اقدر استخدم ابل باي لسحب الكاش من الاي تي ام؟ بكل بساطه ابل باي مش للدفع بس المحلات او الاونلاين، تقدر تستخدم موبايلك لسحب الكاش من الاي تي ام بسهوله جدا لو المكنه بتسبورت تقنيه الان اف سي. كل اللي عليك ان انت تطلع موبايلك وتختار الفيزا اللي انت عايز تسحب منها، وتقرب الموبايل من تقنيه الان اف سي اللي موجوده في الاي تي ام. هيظهر لك طلب تاكيد على حسب انت عامل تاكيد في الموبايل، سواء وشك بقى او صبعك على حسب انت مختار ايه. بعد كده اقول لك دخل الرقم السري الخاص بالكارت من الوالت. بعد كده بتحط له المبلغ اللي انت عايز تسحبه وتسحب المبلغ بكل بساطه. الميزه دي بتوفر لك امان اكبر، انك مش محتاج تاخد الكارت معاك، ممكن لا قدر الله يتسرق او يقع منك. فاوبشن زي ده بصراحه جامد جدا. انا واحد من الناس لو عملت التقنيه دي عندي في الموبايل، يبقى انا بكل بساطه مش محتاج ان انا اشيل فيز تاني. وبكده نكون غطينا كل حاجه في ابل بي، عرفنا ايه هي ابل بي وبتشتغل ازاي وايه مميزاتها وايه عيوبها وازاي تبدا تستخدمها. لو عجبك بقى المعلومات دي ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو مع اصحابك، ولو عندك اي سؤال او تجربه مع ابل بي اكتبها في الكومنتات وانا ان شاء الله هجاوبك لو عندك اي استفسار. انا عبد الله نصر ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.